اخوان السلام عليكم. إذن فيديو اليوم كيتكلم على حديث الإعلام الجزائري على مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب تنزانيا وتشجيعهم لمنتخب تنزانيا، بل البعض منهم أخذه كمنتخب ثاني خلال هذا الكان. وأيضا حديثهم على تدخل الإعلام التونسي على تصريح وانتقاده لتصريحات المدرب منتخب تنزانيا عادل عمروش وانتقادهم لهذا الامر. نشوفوا الفيديو ونرجعوا. كل مفاجات وارده لما نشاهدوا. كنت تكلمت عن المنتخبات العربيه ولا فوز. انا نظن اكيد المنتخب المغربي ممكن بنجوم وممكن راح يكون، ولكن نتوقع مفاجاه من تنزانيا. تتوقع مفاجاه من تنزانيا التي يقودها عادل العمروش المدرب الجزائري. كان قد تدخل معنا منذ يومين في برنامج في قلب الكان. هل تعتقد بأنه عادل العمروش وتنزانيا قادرون على الإطاحة بالمنتخب المغربي؟ بطبيعة الحال محمد، رانا نشوفوا المباريات الأولى كلها كانت فيها مفاجآت. لما لا الفريق التنزاني يكون يعني سدا منيعا للمنتخب المغربي، مع أن نعرف أن المنتخب المغربي يضم عدة عناصر اللي عندها جودة جد عالية فوق أرضية الميدان. نعرف أن المنتخب المغربي كان رابع منتخب في كأس العالم الماضية، يعني هذا يعني سي تنديفي لازم يحافظ عليه المنتخب المغربي، وخاصة أننا نعرف أن المدرب ركراكي غير الكثير من اللاعبين، غير 11 لاعب، وين تكلم وقال باللي كاين لاعبين أرى أن المردود تاعهم من كأس العالم إلى الآن لم يعجبني ولم يقنعني، فقام بإقحام العديد من الوجوه الجديدة على المجموعة تاعو. هذا شيء يعني يحسب لهذا المدرب، لأن التغييرات دائما ما تعطي الثمار لما تجيب لاعبين جدد، لاعبين اللي يكونوا عطشانين، اللي يكون عندهم الشغف، لان لما نتكلموا على محرز وتكلمنا عليه، الشغف شيء جد مهم بالنسبه للاعب لكي يعطي الكثير. بن شيخ، عادل العمروش قادر على مفاجاه المغرب، وهل هو قادر ايضا على التاهل حتى لو خسر المباراه الاولى؟ هل يقدر على التاهل؟ لانه يكفي الفوز في مباراه واحده امام الكونغو الديمقراطيه او امام زامبيا من اجل التاهل مع احسن الثوالث. ينجم يربح ان ماتش مع هادو لي دو زيكيب اللي هضرت، ولكن المغرب نظن احسن من تنزانيا. احسن هل تعتبره مرشح للفوز بكاس افريقيا؟ انا اللي نرشح واحد 4 و 5 ناسيون. اللي هما الجزائر، المغرب، مصر، السنغال، لا كوت ديفوار. هادوما بارفوا تخرج لك المالي الفوتبول سي صح، ولكن هادوما لي غروس سيلندري هادو هما. نعم. بن شيخ، انت كان لك تصريح وقلت بان المنتخب الوطني الجزائري يجب ان يصل الى النهائي لاننا نمتلك مجموعه كبيره من اللاعبين. بعدما شاهدت الاداء في المباراه الاولى، هل ما زلت عند هذا الاعتقاد ام انه ثقتك اهتزت الان في المنتخب؟ لا، انا قلتها لكم قبيله، قلت لك عندنا لاعبين بلي دوبليور تاعهم باش نجموا نديروا الشونجمون هذايا مع بوركينا. يعني ما زلت تثق في المنتخب؟ مازال. لا، ما نجمش نغير لا فالور دي جوار بين مقابله ومقابله. لاعبين عندنا بلي دوبليور تاعهم سولمون سي دي ريغلاج اللي ينداروا، ولي جوار كانا يديروا شويه هذيك لا غرينتا والحماس هذاك باش يغيروا الحاله. باسكو كي تغير لي دو ماتش هذوما، من بعد هذيك ممكن راح تسهل لك. نعم. باسكو كي تلعب مع دي ناسيون بلوز امبورطون نقولوا، ماشي كيما تلعب مع دي زيكيب شغل تحقرهم شويه كيما صارت شفناها الماتش هذا. دونك انا نقعد نامن ما هي نقاط قوه المغرب في المجموعه، في الفرديات او في المدرب؟ شوف، عندهم مدرب في المستوى وحده تكتيكيا اللي اكسيلون، انا رايي اللي اكسيلون. ثانيا المدرب ياخذ سي ريسبونسابيلتي علاه، لان في ليكيب اللي راحت الدومي فينال كوب دي موند كاين با مال دو جوار اللي نحاهم وتطلع دوطر جان. سي با فاسيل دو الفار. ليكيب اللي تديك دومي فينال تغير صافي دير دار دي سون نوفو. دركا ريست ابروفي في هذا الكوب دافريك نشوفوا. نعم. رايك في المنتخب المغربي ومباراه المغرب تنزانيا، وهل ترشح عادل العمروش للتاهل الى الدور الثاني رفقه المنتخب التنزاني؟ شوف، احنا محمد الفريق المنتخب الثاني تاعنا هو تنزانيا. عندنا المدربين عادل العمروش، نحييهم بالمناسبه، والادجوان تاعه بوعلي فؤاد بوعلي. نعم. وعصيمي وعجالي رباعي جزائري. حنا عجالي لا غير موجود الان مع الطاقم. متفائل انا باش يروحوا للدوزيام تور، مقابله واحده. فيما يخص المنتخب المغربي، مقابله صعبه محمد امام المغرب، لان المغرب عنده قوه في المجموعه، وعنده لاعبين ثاني انديفيديوال كاين، وعنده مدرب في المستوى محمد. نعم. يعني عنده تكتيكمون لي تري فور. شفناه شحال من خطره، شفناه في لا كوب دي موند ما قدمش اداء زعما في المستوى، ولكن
طبع في لا كوب دي موند ماركا لو بوان في كاس العالم. نظن بلي المغرب تروح لابعد حد فاسيلمون باسكو عندها فريق، عندها لاعبين وعندها لي شوا، عندها لاعبين وعندها مدرب في المستوى. كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في كأس إفريقيا، وتوفيق أيضا لعادل العمروش الذي كان قد أدلى بتصريحات حصرية لبرنامج في قلب الكان منذ يومين. طبعا تصريحات أثارت ضجة في الأوساط العربية والإفريقية وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام، وردت عليها حتى بعض وسائل الإعلام المغربية، وهذا من حقها طبعا. كل يدافع عن فكرته، كل يدافع عن منتخب بلده، وهذا شيء مشروع ومطلوب ومحبذ وأمر عادي، خاصة المشاكسات الرياضية ربما تكون هناك حروب نفسية قبل انطلاق المباريات. لكن ما لم أفهمه هو رد الإعلام التونسي على المدرب عادل عمروش. يعني ما دخل الإعلام التونسي في مدرب جزائري يدرب تنزانيا يتحدث عن المغرب؟ والله لم أجد أي علاقة. ما دخل بعض المنابر التونسية وبعض الإعلاميين التونسيين، أعود وأقول وأكرر، ما دخلهم في مدرب جزائري يدرب تنزانيا تحدث عن مباراة تنزانيا مع المغرب؟ أين هو؟ ما دخل تونس؟ والله إذا واحد راه فاهم يفهمني. هذه محمد، هذه لما نشوفوا الناخب الوطني لتنزانيا هذه حرب سيكولوجيكيه محمد. فهمني ما دخل الاعلام التونسي في مدرب جزائري يتحدث عن مباراه تنزانيا مع المغرب؟ ليس لهم دخل. دخلت انا يعني في مواقع الانترنت لقيت الاعلام التونسي يرد على عادل عمروش. يعني حتى لما تحب تكسب مشاهدات او ليس بهذه الطريقه. الاعلام التونسي عليه ان يتحدث عن المنتخب التونسي وشؤون المنتخب التونسي، يحب يتحدث عن المنتخب الجزائري اهلا، يحب يتحدث عن المنتخب المغربي اهلا، لكن ان يتحدث في او يعلق او يرد على تصريحات مدرب جزائري يدرب تنزانيا يتحدث عن منتخب المغرب، هذا امر غير مقبول وغير معقول. حبوا يديروا شويه باش يخدموا شويه. نعم، خلينا من هذه نقول كلمه برك. لا نتمنى حظ سعيد للمدرب عادل عمروش الذي نحييه بهذه المناسبه. نعم. قبيله في ليزيكيب ناسيونال اللي عطيت لك اللي ينجموا يديو الكاس، نسيتو فريق جاب لي ربي، نسيتو هو اللي انا قوي هي مصر. ذكرت بالي ما ذكرتهاش. مصر فريق قوي. كنت اريد ان اقول فقط للاعلام التونسي يعني جمله واحده واغلق القضيه: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني شيء لا يعنيك اتركه، ولا تدخل وتزرع فتنه بين مدرب ومنتخب او بين بلد وبلد او بين منتخب ومنتخب اخر. هذا امر غير مقبول. هذه السقطه نتمنى الا تتكرر من اشقائنا واخواننا في تونس. تحدثنا عن كل شيء، مسألة مباراة واحدة زامبيا للكونغو الديمقراطية بسرعة. إذا كما شفنا في الفيديو، فالإعلام الجزائري كيتمنى الفوز للمنتخب تنزانيا بسبب تدريبه من طرف مدرب جزائري اللي هو المدرب عادل عمروش، وأيضا انتقاده للإعلام التونسي اللي قال غير الحق، حيث انتقد التصريحات اللي دلا بها المدرب ديال المنتخب التنزاني، تصريحات اللي كانت خطيرة جدا، والإعلام التونسي انتقد هذا الأمر. وإذا بالإعلام الجزائري يتكلم بطريقة غير جيدة عن الإعلام التونسي بسبب هذا الأمر فقط، ادعاء أن الإعلام التونسي يحرض المغرب والجزائر، ولكن التحريض الأغلب يأتي من القنوات الجزائرية، من الإعلام الجزائري، وهذا أمر واضح ومعروف. إذا شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى تنخرطوا في القناة، خلونا تعليق وجيم إن شاء الله. تحياتي لكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله.